مساء الخير. انا لا مرتب ولا كاتب حاجه اقولها ولا اي حاجه. كل اللي هنقوله كولر ووجهنا له الشكر، فنركز دلوقتي في الحاجات الجايه. نركز على شكل الدوري اللي احنا فيه بنضيع برضه. نركز انه ما يبقاش موسم صفري، عشان انا السوبر المصري اللي في اول السيزون دوت ملوش لازمه، مش بطوله يعني اللي زي ديت اللي هتخليني اقول لا انا مش خارج بموسم صفري. لا، انا حتى الدوري هبقى لو خدته هقول ده موسم صفري برضه بالنسبه لي، عشان ما فيهوش افريقيا، ما فيهوش سوبر افريقيا. فعادي، ادينا دلوقتي بنشوف الترشيحات وبنشوف الاقاويل الكتير قوي، في اللي قال لك فايلر، وفي اللي قال لك ماركو روزا، وفي اللي قال لك حسام البدري، وفي اللي بيقول لك لا حسام البدري عليه اعتراضات جوه مجلس الاداره من الشباب، حسام غالي والضماطي والجرحي، في كلام كتير قوي هنقعد نسمعه اليومين الجايين لحد ما يتم الاعلان عن المدير الفني. اتمنى ان محمود الخطيب كابتن بيبو يركز في الملف دوت كويس جدا، علشان احنا مش حمل صدمات، عشان احنا عودتونا ان احنا نكسب بس، فان انت تيجي تخسر بنتضايق وبنزعل. وحد هيقول لي شكل كولر امبارح والازاز بتترمى عليه وهو ده ينفع ومش ده ينفع. اتفرج على الدوريات العالميه كده الكبيره وشوف بيعملوا ايه في المدربين بتوعهم قبل ما تيجي تكلمني، قبل ما دقنك تبقى لحد بطنك كده حبيبي وتيجي تقول لي جمهور الاهلي قلبوا شيوخ. ماشي؟ بس فعادي دلوقتي احنا كل تركيزنا على الدوري عشان هو اللي فاضل، وبعد 49 يوم ولا 48 يوم من النهارده عندنا كاس عالم في امريكا. فاحنا هنروح ازاي؟ هنروح ازاي؟ يا ريت يكون المدرب اللي جاي قد المسؤوليه. كولر لولا جبنه في الفتره الاخيره احنا كنا عملنا حاجات كتير جدا وكنا عدينا بمراحل كتير جدا. كولر اللي لعب ماتش تكتيكي ابن جنيه وكسب 3 العين بالعتاوله بتوعه. كولر اللي في ماتش اتحاد جده في السعوديه لزقهم 3 بنزيما وفابينو وكانتي والعتاوله. جه قدام سان داونز وعطل. هو ما عطلش بخساره، هو اتعادل، بس قاعدة الجون بجونين اللي اتلغت في العالم كله ولسه موجودة عندنا هي اللي ظرفتنا كده، ظرفتنا عالي قوي. فمعلش، انا واحد عن نفسي من امبارح بطبطب على نفسي كده واقول معلش يا اسلام، عادي. افريقيا معانا منها كتير، معانا منها 12. انا اللي بعدي معاه 5، اللي بعدي ده اللي معاه 5 بطولات افريقيا لما يفكر ان هو ال7 سنين الجايه ياخدها يا دوبك هيعادلني، مش هيبقى عداني. لا مؤاخذه يعني، انا لسه مفيش فريق في القاره كلها هيعرف يعديني. وبيراميدز لو خد البطوله ديت فيبقى لسه قدامه كتير قوي عقبال ما يعادلني. الترجي، سان داونز، الزمالك، مازيمبي، كل دول بعاد عني قوي قوي. عادي، سيب الناس تلعب، مش احنا لوحدينا اللي هنلعب. اقسم بالله طعمها ما هيبقى حلو. زي بالظبط لما خدنا ال9 على حساب الزمالك، جينا ال10 عادي، ال11 عادي، ال12 احتفلنا وزطنا وي وي وي. فمعلش، مش مكتوب لنا ان احنا ناخد 3 ورا بعض، مش مكتوب لنا ان احنا نبقى في 6 نهائيات متتاليه، بطوله وقفلت. فاحنا نقول ايه؟ الحمد لله، نركز في الدوري، نركز على كاس العالم بس. ومعانا فرصه اهوت نخلص ماتشاتنا في الدوري ونركز على كاس العالم اللي جاي بقى. لو العفريت المجنح لو لنا نصيب ان احنا ناخد الدوري معاه هناخد. وهقول حاجه اخيره، امبارح في ضربه جزاء. ضربه جزاء. هتقولي طب والحكم ما حسبهاش ليه؟ ما هو حكم واكل شوال الرز ولا شوال الزيتون. هقول لك والله اللي انا اعرفه ان اللي بياكل على كل الترابيزات، وكان عاد الكوره من اولها اللي المخرج عادها مرتين او 3 مرات ولمسه يد عليهم، وكان الحكم قال لك لا، القرشين اللي واخدهم بقى حللهم. انما معلش، كوره اتحسبت زي بتاعه اكرم توفيق في ماتش السوبر الافريقي تقريبا، مش فاكر. الكوره اللي اكرم توفيق دخل بيها وداس على وش رجليه. بس نوصل لحد هنا، لايك وفولو سبسكرايب، نفعل زر الجرس، نعمل كل الحاجات على اي بلاتفورم احنا عليه، تيك توك، فيسبوك، انستجرام، اي حاجه. مستنيكم وهجوم لايكات.